تبقى قاعد بتتفرج على الأولمبياد في أمان الله، وتلاقي قلب عملية اختطاف ورهائن وتبادل نيران وليلة كبيرة أوي سعادتك. وده اللي حصل بالظبط في العملية ميونخ سنة 1972. ألمانيا الغربية بتستعد لاستضافة دورة للألعاب الأولمبية لتغيير الفكرة المأخوذة عن ألمانيا النازية. بعد الحرب العالمية كل حاجة ماشية تمام، ملاعب كبيرة ومجهزة وأماكن لإقامة البعثات الرياضية من كل بلد. بس الأخطر والأهم كانت التجهيزات الأمنية، واللي كان لازم يستعينوا بمتخصص في الأمن القومي تجنبا لحدوث أي مشاكل، وده كان المستشار جورج سيبر، واللي وضع 26 سيناريو المحتمل لتهديد أمن الأولمبياد. بس السيناريو الأخطر واللي ما كانش يخطر أبدا هو المقترح ال21، واللي كان بيقول: تسلق عشرات المسلحين الفلسطينيين سياج القرية الأولمبية واحتجازهم رهائن إسرائيليين من البعثة الإسرائيلية. 26 أغسطس بدأت أحداث اللعبة الأولمبية ميونخ 72، والعالم كله بيتابع بشغف أعضاء الفرق المشاركة بيقيموا في مدينة الألعاب الأولمبية. والطبيعي إن اللاعبين طبعا بيحب يسهروا برا شوية وبيرجعوا مع نهاية الليل، والبوابات بتكون مقفولة وممنوع المرور منها تماما، فكانوا بيضطروا ينطوا من على السور ويعدوا، ولا من شاف ولا من دري. والموضوع ده كان بيتكرر كل يوم لحد ما وصلنا ليوم 5 سبتمبر الساعة 4 الفجر. بعض من اللاعبين الأمريكيين راجعين بالليل سكرانين يلاقوا قدامهم 8 رجال لابسين زي رياضي ومعهم شنط وعايزين ينطوا من على السور، فساعدوا بعض ودخلوهم هما والشنط من فوق السور، ما يجراش حاجة. واللي بعد دقايق بسيطة يكونوا واقفين في الممر رقم 1 قدام الغرف 1 و2 و3، غرف البعثة الإسرائيلية. لبسوا أقنعتهم وشالوا الرشاشات اللي كانت مالية الشنط. في أقل من نص ساعة كانوا مسيطرين على 3 غرف 11، يكونوا محتجزين 11 شخص، ومن ضمنهم 2 حاولوا المقاومة: رافع الأثقال يوسف رومانو ومدرب الملاكمة موشية، واللي تم قتلهم ورمي جثثهم في الممر، واللي معاهم ورقة بمطالب الخاطفين. الساعة 5:30 كان السفارات الإنذار بتضرب في ألمانيا الغربية كلها، وتعلق ألعاب الأولمبياد لأول مرة في التاريخ. ولما قروا الورقة اللي مع الجثث اكتشفوا إن اللي نفذ العملية واحدة من جماعات المقاومة الفلسطينية اسمها جماعة إيلول الأسود، وإنهم مستعدون لقتل ال9 رهائن الباقيين إذا تم رفض مطالبهم لإفراج عن 220 معتقل فلسطيني بالسجون الإسرائيلية. العالم اتقلب حرفيا وكله متصور بالتلفزيون بألمانيا الغربية مانفرايد شرايدر على تقصيره في تأمين الأولمبياد، واللي بسرعة عرض البنود على جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، واللي رفضت بحجة إن إسرائيل لا تتفاوض مع إرهابيين، شخصيا مع قائد العملية اللي فاجئوا بطلبات جديدة: طائرة خاصة تحمل جماعته مع الرهائن وتنزل على مصر. واحنا ناقصين يا اخويا؟ وقبل ما يوافق شرايدر بيعرض عليهم مبلغ ضخم من المال مقابل الافراج عن الرهائن، بس يرد صاحب الجماعه بجمله مش هتتنسي: لم ناتي من اجل المال ولا الارواح، قد اتينا من اجل حريه المعتقلين، احفظ مالك لنفسك. يستسلم الالمان قصاد طلبات قائد الجماعه، ويتم ارسال 3 طائرات هليكوبتر فوق سطح المدينه الاولمبيه، ويركبها الرهائن مع المسلحين ويصلوا لقاعدة فيورشتين الجوية، ومنها يتحركوا على مصر، ومن مطار القاهرة يرجعوا يتفاوضوا مع الكيان الصهيوني. ولكن يتفاجئوا بكمين، ولكنه كمين مش مدروس، يتفاجئوا ب17 قناص تم توزيعهم بشكل عشوائي بأنحاء القاعدة الجوية. وده اللي أدى الكارثة. ليه بقى؟ أولا الجيش الألماني ممنوع من مساعدة الأمن الوطني الألماني في شؤون الأمن الداخلية بحسب دستور ما بعد الحرب. بناء عليه انسحب القناصين الألمان التابعين للجيش، فقرر شرايدر أن يعين 17 جندي عادي مالهمش علاقة بالقنص مكانهم في أماكن عشوائية. ثانيا الأسلحة اللي حملها 17 جندي دول ما كانش أسلحة قنص، وإنما بنادق عادية جدا، فجودة التصويب مش هتكون بنفس الكفاءة المنتظرة لتنفيذ خطة زي دي. يعني الخطة دي كانت عشوائية ونتج عنها مذبحة. وصلت الجماعة المسلحة مع الرهائن للقاعدة الجوية، وكان من شروطهم إن طاقم الطيارة اللي هتوديهم لمصر يكون مكون من 6 أفراد، وإن واحد من الجماعة هيخش يفحص الطائرة الأول. وبمجرد دخوله للطيارة اكتشف إن مفيش طقم، فصرخ:
كمين. انفتحت أنوار القاعدة الجوية فورا وبدأ الضرب في كل اتجاه. على الجانب الآخر حوالين المطار كان واقف عدد كبير من الجمهور اللي كانوا بيتابعوا الأحداث عبر التلفزيون، ووصلوا عشان يكملوا متابعة الأحداث وسط انفلات أمن كبير جدا. وقدم المذيع الرياضي جيم ماكاي واللي كان بيغطي الدورة الأولمبية لشبكة ABC الأمريكية تطورات الحدث من مشاهدي التلفزيون. في تمام منتصف الليل أعلن التلفزيون الوطني الألماني عن قدرة الأمن الوطني الألماني على السيطرة على الحدث المروع وإخلاء سبيل التسع رهائن وسط إشادة عالمية كبيرة جدا. بس الواقع كان مختلف تماما، وتم تدمير طائرة من الطائرات الهليكوبتر وسقط 5 من رجال إيلول الأسود، وتم إلقاء القبض على ال3 الباقيين فور استسلامهم. والساعة 3 الفجر قال جيم ماكال عبارته الشهيرة وهو بينهي الأحداث بعد 24 ساعة من بدايتها، وهو يقول: لقد ماتوا جميعا، لقد ماتوا جميعا. وبكده تكون انتهت واحدة من أغرب الأحداث اللي مرت على ساحات الرياضية العالمية. ميونخ 72 كانت السبب في إن جولدا تبدأ بتنفيذ عملية اتسمت بغضب الرب، ودي عملية استهدفت كل من كان له علاقة بالعملية، ولمدة 20 سنة كانت بتنفذ في اغتيالات. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهاردة. استنونا في حكاية جديدة مع دينا نور.